يشمها كل من مر بها، فإذا بلغت سنا ما تلقى في دار المسنين لا يلتفت إليها أحد حتى أولادها إلا في الأعياد. يقول شيخنا الفاضل محمد حسان أنه التقى بامرأة أمريكية شرح الله صدرها وكناها بأم عمر وزوجها برجل مصري مسلم، وبعد أيام أصرت أم عمر أن يزورهما الشيخ في بيتهم، فقال لها الشيخ: ما شعورك الآن بعد الإسلام؟ قالت أم عمر الأمريكية التي لا تعرف الإسلام إلا من أيام قليلة: والله يا شيخ أتمنى أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أنني أخيرا ولدت دينا يحفظ المرأة كرامتها. أختاه لا تغتري بكلماتهم البراقة، فإنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يا حرة أختاه، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر قائده أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندهم الشرع إن تدعوه يستجب. سليه من أنا من أهلي لمن نسبي للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي لمن حبي لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ أختاه هما سبيلان ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يشب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.